أسلافنا أصوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد فرح داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد صلى الله عليه منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الله عليه تقات حقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه السخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد صلى الله عليه وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد صلى الله عليه ومن للحبيب عشاء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. حبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد الله عليه يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين السلام عليك أفضل الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أفضل الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك دائم بلا انقطاع. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك الله يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء.
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه صلى الله على مجده وعظم شانه صلى الله عليه عليه لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه. وأعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه تعطر بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه. من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. سروره قد توالى بحبيب عمل لنا من أولى الله عليه. شرف الوجود بنور وأمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا صلى الله عليه. فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا على الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول صل عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم
وصل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله وتميز عليه من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد وسلم عليه الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بمن الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه بمنة تقرب الله بها على اللهم البشر صل وسلم عليه وأوساها من نعمة إن تصرصرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وهبه صلى الله عليه بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه صلى الله عليه أشرف الأصل بوده وهبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر صلى الله عليه بالتكريم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عليه مشهود بالعين هاوين لوصف كمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه تنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة صلى الله عليه في الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموته صلى الله عليه عليه الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه بالأسناب الفخرة صلى الله عليه الظاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه حير الأنكار ظهوره صلى الله عليه لهذه الحروف صلى الله عليه هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار يوصى بذلك صلى الله عليه للسامعين
من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. لم تعرب الأنقلاب عن شؤون خير صلى الله عليه. تدوين ما في الدنيا ششرب المخلوق صلى الله عليه. بمولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت راية بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السمع أوصابها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع آمين. بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فضيح القلب الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قديم
نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخض ما حركت فيه الأنام مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وعلى حسن الرتب ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه
تشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله وسلم عليه أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى وسلم عليه الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه. كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصنام وبطون ما شرفه من العالمين صلى الله عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام سنة يد العلم القديم إلى من خص جذر التكريم أبي صلى الله عليه. بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتنقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وشاوى بمعونة الله محافظة على حكيها في الذرة وصوفها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولمن وناعلنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقبر زينا عدم الشهادة لتنبجد على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. على قلبي هذه الدرة المكنونة والدرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. إشراك هذا السراج صلى الله عليه. متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. كمال البشارة صلى الله عليه.
مالا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقات أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقاست
غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام الله رسول الله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على غدوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فرق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. طربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجماله يا رسول الله في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا ربي كل حمد جل يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وصل على محمد يا سيدي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ببلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل عين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم
ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله تولى عليه ذلك لشرف عند الله أيدي صلى القدرة الله عليه ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب صلى الله عليه. قالت الشفاء فأطاله ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أنشغص يدني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله قالت عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه صلى الله الله فكنت من عليه. أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عين عليه. عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد صلى الله عليه وسلم من محاسن أخلاقه بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. المؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله له السهل عليه. والحمد المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله وله الشفيق عليه. الرحيم باليتيم والأرملة وله ماسولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. وطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره طيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية صلى الله عليه. بخلق وخلق بأشرف خصوصية صلى الله عليه. في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. ولولا في مجدي ومكاني صلى الله عليه. على مجدها أخذت على نجم السهام بعنانه. صلى الله عليه. ما أفاد العلم بواقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه. أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فأسلم مني أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ومن كلامه صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه فمن فعل ذاك فقد استحيا من الله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat mengatakan, qulna inna nastahi minallahi ya Rasulullah walhamdulillah. Kami telah mempunyai rasa malu ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa dzaka. Yang dimaksud dengan malu bukan kamu malu kepada Allah seperti itu. Walakinnal istihya, akan tetapi yang dimaksud dengan malu kepada Allah yaitu kamu menjaga kepala dengan segala apa yang ada di sekitar kepala. Wal batna, dan kamu menjaga perut dan isi perut, wa ma hawa. Wa yadhkurul mauta wal bila, dan kamu banyak mengingat kematian, wal bila, dan kehancuran. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan akhirat, taraka dunya, taraka zinatal hayatid dunya, maka orang tadi itu dituntut untuk meninggalkan kesenangan di atas dunia. Wa tharal akhirata, dan memilih kepentingan akhirat alal ula, mengalahkan daripada dunia. Faman fa'ala, barang siapa yang telah melakukan hal seperti itu, menjaga kepala dan sekitar kepala, wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan isi perut dan sekitar perut, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka orang tadi itu benar-benar mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mun kita di rasa todus de ke Gusti Allah, maka manusia niki kita sempurna iman. Karena iman, al-iman wal haya qarinani, karena sesungguhnya rasa malu dan rasa iman kepada Allah qarinani, keduanya tidak bisa dipisah, selalu bersama. Faman rafa'a ahaduhuma rufi'al akhar, barang siapa yang mengambil salah satu dari dua, iman, haya, bede todus king tandi iman, otomatis norok selajana. Atau sebaliknya, andi iman king tandi rasa todus, maka salah satu pun mesti norok. Mon elang rasa todus, otomatis iman elang. Mon iman elang, otomatis rasa todus senoro elang. Semakin orang ini semakin kuat rasa todus, rasa malu dekat Gusti Allah, maka semakin kuat pula keimanan. Dalam hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa fi khair. Rasa malu tidak akan terjadi kecuali di dalam perkara yang baik. Tak basah todus, tak sholat todus, tak akor todus atau karan todus, sebarangkus bagus dok.
La al haya'u khairun kullu. Todus neka setua aja na bagus. Mata noro majelis todus, bener todus neka pengecut berarti. Mata hadir, majelis rutinan, majelis pengajian, todus, bener todus berarti neka pengecut neka. Rasa todus ini tak bisa terjadi kecuali bareng sebagus. Bareng sebagus maksudnya dianggap bagus oleh syariat. Tapi ketika bagus dia ke bareng sebagus kela artinya tak gelem bergabung karena alasan todus, nika bener todus nyamun pengecut. Al haya'u 'indar rijali hasanun wa 'indan nisa'i ahsanu. Sifat malu jika dimiliki kaum laki-laki bagus. Akan tetapi jika sifat malu dimiliki oleh kaum perempuan, ahsanu, jauh akan lebih bagus. Orang laki andi sifat todus. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ashadda hayaan minal adra fi hidriha. Nabi neka sifat todus melebihi todus praben mone tontone. Praben pingitan, praben mone tontonen, praben mone congok bakal matua, bakal orang se ngebini ya. Mungkin orang bine gila akan selalu berhati-hati. Oh cak seberang halah. Karena Kanjeng Nabi ini kesarat todusnya sing ketada riwayat senerangaki Kanjeng Nabi ini kemandia bengkang sobu. Tanya anapa? Karena ada tempat selopot dari pandang Gusti Allah. Engkau todus mon Gusti Allah memandang engkau, ngetela engkau dalam kebadana bengkang. Benih haram benih. Sampai mandi jeding dalam compok ni gak sampai na bengkang benih haram. Kayak ngerasa todus sekurang teki. Kanjeng Nabi ini tak pernah rasana mandi bengkang, tak pernah. Tada riwayat senerangaki Kanjeng Nabi ini mandi bengkang tada sobu. Saking malona Kanjeng Nabi, saking andi rasa rajah rasa todus Gusti Kanjeng Nabi. Maka todus toh apa dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Menjaga sekitar kepala, kopeng, merepat, lesan. Sebenarnya cetak ni kayak jagongku eraksa. Ayyahfadhar ra'sah wa ma wa'a. Sekitar ning cetak ni ke banyak anggota badan si berpotensi untuk maksiat. Lesan bisa ghibah, kopeng bisa ngerasain, bisa ngeding barang-barang setek ridhain dengan Gusti Allah, merepat apa boleh. Maka orang yang todus gila menjaga sekitar kepala apa sebenarnya cetak ni ka wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan isi perut dan sekitar perut. Jalan yada, jalan budi jaga. Aurat jaga. Faman fa'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa yudhkarul maut wa yadhkurul mauta wal bila. Banyak ngak kamateh ben bekal ancor dalam kuburan nikah. Tak cukup nikah, orang setodus ongku dah ke Gusti Allah ni tak masuk kulit sampean. Wa man arada al akhirata taraka zinatal hayatid dunia, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Wa akharal akhiratal ula, mendahulukan urusan akhirat. Faman fa'ala dzaka, barang siapa yang telah melakukan ini, kata Rasulullah, ayyahfadhar ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan sekitar kepala, mata, telinga, mulut kita jaga, wal batna wa ma hawa, menjaga perut, isi perut, jangan sampai kita masuki sesuatu yang haram, dan sekitar perut, dan selalu mengingat kematian, wal bila, kehancuran daripada manusia yang akan dimakan oleh cacing tanah, dan selalu mengedepankan urusan akhirat, selalu mendahulukan kepentingan akhirat. Faqad istahya minallah, maka orang tadi itu benar-benar mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun kita ndik nikah berarti kita todus ke pangeran. Merepat mun ki tertarik ke maksiat, kopeng ki lebih seneng maksiat, lesan ki seneng maksiat, tabuk ki yesen barang sing haram, beban tabuk ki ben saroben, terus mareseneka selalu urusan akhirat kalah bi urusan dunia, nah berarti tak todus ke pangeran. Dadi todus e ka ento bene todus engak todus ke manusia.
Todus ke Gusti Allah ajagah daripada bentuk kemaksiatan dan kemungkaratan, selalu engak dek mate apa seke ba amal setelah mate, terus engkau mun ketemuan bi Gusti Allah peleman ka ngarsanipun Gusti Allah nge dosa sebanyak kabunyaan kadariya dek remah pas engkau todus aku. Ini contoh murid di salah ke guru, maka murid gelak nunduk ya dan guru nah dengan merasa sangat bersalah dan berharap ingin mendapatkan ampunan dari guru. Manter sepora apa can guru nah cong engkau nyeporo kabaan king cek beli boleh. Maka murid sek sepora ban guru gelak tetep andi rasa malo, andi rasa todus. Saumpama ku lebih sambian tusah neke sepora ni saumpama king manter sepora kapi. Andai kata dosa kaul mancinengan esapora bi Gusti Allah keng tetep ngebetu sesekataria epen tak pertanggungan jawab tineng Gusti Allah esaba di memuari waku kira-kira mancing ya dan Gusti Allah, mancing ya dan Gusti Allah untuk diminta pertanggungan jawab. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a kopeng wal basara merepat wal fuada ateh kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ul indallah diminta pertanggungan jawab. Merepat kebenyongo apa, kopeng kebengedingaki apa, mas'ul indallah. Tung situ orang yang bertanya kita bingung. Ya bakhtana, beruntung sekali kita dapat melihat orang-orang yang soleh. Beruntung sekali telinga kita mendengarkan lantunan salawat, mendengarkan nasihat. Beruntung sekali lisan kita berucap dengan ucapan yang baik, dengan salawat, dengan Al-Quran. Beruntung kaki kita bisa melangkah ke tempat-tempat yang baik. Beruntung nafas kita bernafas di tempat-tempat yang baik. Kuaku hisapan bi tibi menika. Oleh karena itu para hadirin ikhwani rahimakumullah, rasa todus tanam di dalam anak-anak kul mancinengan, keluarga kul mancinengan mulai sedini mungkin pakenal dengan rasa todus nih. Cek pulang kanak kene en mainan keme tandi rasa todus, muka aurat tandi rasa todus, akhir sampai itu tandi todus. Mau lagi kene lagi sampean dedek petodus keluar tak nutup aurat, ya Allah masuk nah petodus cak todus kering tua petodus dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dedek mulai sedini mungkin anak gelap petodus, insyaallah raja-rajana insyaallah tadi orang saya todus mulai todus dekat Gusti Allah. Allah pun todus senyeksa orang peneka. Orang ini mulai todus ke Gusti Allah ajagah cetak wa ma wa'a ben sekitar cetak ajagah tabu ben sekitar tabu ben sen tabu todus sak maksud Allah taala pun todus senyeksa kulit sambian. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entar ke para sahabat, atuhibbuna an tadkhulunal jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Apakah kalian mau masuk ke dalam surga? Qalu bala ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Engki ya Rasulullah. Syaratnya bertelur. Pertama, istahyu minallahi haqqal haya. Pandi rasa todus ke Gusti Allah haqqal haya dengan sebenar-benarnya todus. Cak banyak orang todus, cak beda CCTV todus. Todus sengecoah, todus sak berbuat maksiat karena beda CCTV, karena beda orang, karena beda guru, beda orang tua, beda keluarga, beda kanca. Cak todus mon orang ki kena ngeyapo seh itu tupi. Kaelengan tembok tak ngetela. Tempat kamu masih lopo dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean bermaksiat dekat Gusti Allah, andik keyakinan Allah taala rek katengal, berarti pun ngenyek dekat pandangna Gusti Allah. Orang sa maksiat, andik keyakinan Allah taala nika tak katengal, berarti ampun murtad orang karena ngelangaki sifat oning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Mula tandi rasa todus nih, orang ngampung bungkono orang, sampean ngampung bungkono orang. Can sandi bungko kakek monte dungah ria kamara mon kakek ngakana ria de borah kakek mon entara jeding ria jedinga engko entara jalan entar dama orang sing ngampung compo abi teu saare dua hari telu hari neka tak berterima kasih, tak ajaga kebersihan, tak ajaga tempat-tempat sek yambonge heula kotor rusuh. Kula yakin orang sing ngampungin neka bakal kecewa, mak kompros mak ada terima kasih nah. Ada tapi kan ngampung ke Gusti Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
di atas langit ning bumi ben sesena endin Allah Subhanahu wa taala. Ngampong ke Gusti Allah sedaja bakal beli dah ke Gusti. Ngampong bungkono orang tandi rasa malo. Dak remah tandi rasa todus dah orang saya nyambung. Ngampong motor ya megaya. Ajak megala sandi motor. Nah, ngincam sepeda motor ya megaya. Meka laring sandi sepeda motor tak ada ya. Tandi rasa todus, kapi ini ngampung ke Gusti Allah. Karena kapi ini kepatoroan titipan dari Gusti Allah. Mula orang tandi rasa todus. Wastahyu minallahi haqqal haya. Mula tandi rasa todus tak bakal masuk surga. Karena syarat tah orang yang masuk surga harus andi rasa todus. Karena todus ben iman ini selalu bergandengan. Bila orang tandi todus berarti orang yang tandi iman. Orang yang tandi iman berarti tandi todus. Iman Ustaz beda kula percaya Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai utusan, Al-Quran sebagai buku pedoman. Tapi orang ini tak ngelampain pada apa perintah Gusti Allah, tak nyewin sedaja larangan Gusti Allah, berarti tadi todus tak ada iman orang ria. Percuma hanya sekedar pengakuan. Al-haya'u al-iman wal haya'u qarinani. Karena iman ben todus nikah selalu abereng, tak pernah terpisah. Bila cabut salah situng maka situng noro. Kalak situng noro. Semakin dalam rasa todus maka semakin kuat iman. Oleh karena itu, yuk puja di majelis petodus. Cak todus ke orang, cak todus ke kiai. Bada orang todus ke kiai. Bada kiai tak kodungan, bada kiai buru sampai ke bayi kodung. Ngalik balik bukak saya baba. Aro gara-gara todus ke orang, todus ke kiai, tak todus ke Gusti Allah. Mun todus ke orang kenanya apa sen, tapi mula todus ke Gusti Allah, maka insya Allah aneka bendah kalau manjenengan syarat masuk surga harus todus ben iman. Semakin kuat todus semakin kuat iman. Amin Allahumma amin. Matur moga iman yang paling kuat dening Allah Subhanahu wa taala, rasa todus semakin paling kuat dening Allah Subhanahu wa taala. Todus untuk bermaksiat, todus untuk melanggar peraturan Gusti Allah, todus tak ngelakukan perintah Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل
منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودوننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.